واحد. هدفين لهالاند وطبعا هدف لنونيز، وطبعا هدفين عكسيين هم تقريبا مش عارفين هم عكسيين ولا اهداف لعيبه مانشستر سيتي سجلتها. فكانت نتيجه كبيره ومانشستر سيتي بيرجع تاني للانتصارات بعد التعادل في الماتش الاخير كان امام ارسنال 1-1. وطبعا كان عندنا مفاجاه خساره تشيلسي من برايتون اللي كان متعادل مع توتنهام الجوله اللي فاتت 2-2، كسب تشيلسي 3-1 في ملعب ستانفورد بريدج، ملعب تشيلسي. فنتيجة مفاجأة جدا، خسارة تشيلسي 3-1 على ملعبه كانت نتيجة برضو. والمفاجأة التانية خسارة اليونايتد 3-1 من برايتفورد خارج الديار. طبعا مانشستر يونايتد كان بيلعب في ملعب برايتفورد بنتيجة 3-1. يعني برايتفورد ذلت مانشستر يونايتد، مع ان برايتفورد ما عندهاش لعيبة ونجوم كتيرة، بس نتيجة قاسية على مانشستر يونايتد. ومانشستر يونايتد في استعباط بصراحة. يعني انت فزت على تشيلسي 2-1 بالعافية وعديت برايتفورد، خسارة سيئة جدا ونتيجة أسوأ. مانشستر يونايتد بيقدم يعني أداء متذبذب وطالع ونازل كتير، فأداء سيء جدا مانشستر يونايتد. فدي كانت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي اللي فيها مفاجآت كتيرة جدا جدا. أبرز المستفيدين طبعا كان باقي الفرق، مانشستر سيتي، وطبعا باقي توتنهام لو كسبت في الماتش بتاعها، وأرسنال لو فاز هيلاحق ليفربول. وكان الخاسر الوحيد هو ليفربول اللي خسر اول ماتش ليه في الدوري الانجليزي. وطبعا الجدول يعني ده سبت ممتاز بامتياز، 3 ماتشات في نفس الوقت. احنا كنا عايزين نركب بقى 3 4 شاشات نتفرج على كل الماتشات. ماتش الريال 5 وكان بيلعب اتلتيكو مدريد، ديربي مدريد كان 5 وربع. وعندنا مانشستر سيتي كان الساعه 5 وليفربول الساعه 5. فاحنا نعمل ايه؟ نقطع نفسنا بين كل الماتشات. فيعني اللي بيحط الجدول في ايه يا جماعه؟ ما تظبطوا الدنيا. احنا عارفين ان في دوري ابطال الاسبوع ده وفي ماتشات كتيره ومنافسات قويه. عندنا الثلاث والاربع دوري ابطال اوروبا وماتشات اقوى. يبقى اقوى ماتش طبعا برشلونه ضد باريس سان جيرمان، وبرشلونه عندها اصابات كتيره. فمستنين طبعا، بس محتاجين تظبطوا الجداول شويه ما يبقاش فيه عشان نعرف نتفرج على اغلب الماتشات.